تخيلوا معي يا شباب إني صاحب هذه السيارة، وهذه السيارة قصتهم محزنة للأمانة. تخيلوا إن هذا صاحب السيارة هذه له سنين يجمع ريال فوق ريال، حسب الأخبار والمصادر إنه له أكثر من 10 سنة وهو جالس يجمع ريال فوق ريال علشان يشتري هذه السيارة. وبعدين وفقوا ربي أخذ السيارة هذه يقولوا حوالي 70,000. المهم نوى إنه يروح اليمن بعد غربة وشقة واجتهد والحلا يعلم بالله الله. المهم سافر لناصفة الطريق، ومن منتصف الطريق قال لازم إنه يدخل عند ابن عمه. كان آخر الليل قال بيدخل يريح عند ابن عمه وبيروح يسلم على ابن عمه وكذا. المهم دخل عند ابن عمه سلم عليه وجلس، وفجأة جاء واحد غريب عمره يقولوا في 40 سنة، دق عليهم الباب وقال لهم أنا عابر سبيل وما عندي عمل وكذا وما دريت فين أنام وما عندي فلوس، بدخل أنام عندكم. المهم يا طويل العمر دخل نام عندهم. صاحبنا نام بدري علشان وراه سفر وراه كذا، قال بينام. المهم نام. هذا الذي جاء ودخل عندهم الغريب ذاك خلاهم ناموا، أخذ على صاحبنا مفاتيح السيارة، أخذ عليه المحفظة، أخذ على الفلوس من الثوب، أخذ كل شيء. المهم في منتصف الليل وهم نيام، بالأخير قفل الباب من خارج وراح له. صاحبنا بكر الصباح يفتح الباب لا محفظة، لا الباب مقفل من برا، لا فلوس لا مفاتيح لا أي شيء. أمانة قهر، هذا هو قهر الرجال يا شباب. بأمانة لو أنتم مكانه إيش بتسوون؟ ونصيحة لكم يا شباب، شخص غريب ما تعرفه لو يستعطفك لو يقول ما قال لا تدخله ولا تأمنه ولا شيء، وحافظوا على بياناتكم. والسلام عليكم. وهذه قصة واقعية وقعت اليوم.